بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير أو مساء الخير فين ما كنتم في الكون. الحقيقة النهاردة أنا هرجع أتكلم تاني مثلا عن مسلسل لام الشمسية، لكن مش المسلسل في حد ذاته، المسلسل الحقيقي، الجريمة الواقعية اللي حصلت، اللي هي قضية الولد الطفل ياسين. ربنا يكون في عونه وفي عون أهله طبعا، وربنا ياخد لهم حقهم كاملا والحقيقة أنا في نقط كتير قوي ممكن الواحد يتكلم فيها في الموضوع ده. بس أولهم إنه أنا مش عارفة الحقيقة ليه ناس كتير دخلوا الموضوع في إنه المعتدي مسيحي والطفل مسلم. موضوع التحرش أو أي جريمة، أي مجرم ملوش علاقة بديانته. يعني المتحرشين فيه من جميع الديانات، فالموضوع مش طائفي وملوش علاقة بالدين. الإرهاب، الجريمة ليس لها دين. دي حاجة. الحاجة التانية، كان في حتى تعليق لما حصل مسلسل لام الشمسية من أحد أصدقائي بيقول يعني المسلسل مصور إنه كأن الموضوع ده كتير، وما كانش مقتنع إنه فعلا الموضوع ده موجود كتير يعني في بلادنا العربية المسلمة بالذات، أو حتى المسيحية، لأنه ما فيش ديانة بتسمح بده طبعا يعني. لكن للأسف هو مش قادر يصدق إن دي حقيقة، بس هي حقيقة وبتحصل كتير ومن زمان قوي. وياما أطفال بنات وولاد تعرضوا لتحرش، ومن ناس من أهاليهم. يعني ياما سمعنا ناس عمها تحرش بيها، خالها، أخوها، للأسف كمان أحيانا أبوها. ف ده بيحصل من زمان قوي، والجرايم دي بنسمع عنها وكان بيتكتب عنها في الجرايد والحاجات دي. بس طبعا مع وجود السوشيال ميديا دلوقتي الموضوع اتعرف أكتر وبقى أكثر انتشارا، ومع وجود الحرية في التعبير، ومع وجود الأهم بقى طريقة التربية اللي بدأت تحاول تقرب من الأولاد. ودي بقى النقطة المهمة قوي. مهم قوي إن الأهالي يبقوا قريبين من أولادهم. مهم قوي إن الولاد يحسوا بإن أهاليهم سند لهم، إنهم دعم، إنهم بيتفهموا مخاوفهم واحتياجاتهم. مهم قوي لما طفل أو طفلة يقولوا إنه مش عايزة أروح المدرسة، أو مش عايزة أروح المكان الفلاني، أو مش عايزة أروح عند قرايبي دول، أو ما بحبش أقعد مع الناس دي. إنه نقعد معاهم ونفهم ليه، إيه اللي بيضايقهم، هو مين زعلك، هو مين ضايقك، هو مين قالك كلام مش حلو أو عمل تصرف مش حلو. لازم أفهم كل وأسأل الأسئلة اللي تحسسني هو ليه الطفل ده مش عايز يروح مكان معين أو يتعامل مع ناس معينة. مش معنى كده على فكرة يا جماعة إنه في حالة رعب وذعر إنه يبقى في اجتماعيات أو نتعامل مع الناس. بالعكس خالص. بس لازم نكون إحنا كأهالي أذكى من إنه نوصل، يعني إنه لازم نوصل لولادنا إن إحنا دايما في ظهرهم وهنفهمهم وهنحس بيهم، ولازم نلاحظ ولادنا بيحبوا ايه ما بيحبوش ايه، ولازم نديهم اهتمام، ولازم نديهم معلومات عن الحرية، معلومات عن اهتمامهم بجسدهم، وانه في حدود للتعامل مع الجسد مع الآخرين. لازم نفهمهم ونوعيهم لكل النقاط دي، علشان لو تعرضوا لحاجة يجوا يحكوا لنا. طبعا ربنا يكون في عون أهل ياسين. بس طبعا هم برضو ليهم دور، إنه يعني خلال سنة الولد بيتم التحرش بيه، وهم ما حسوش بده، ما قدروش يوصلوا لنقطة المضايقة دي. يعني أكيد الولد خلال السنة دي كان عليه ظواهر كتير تبين إن هو في حاجة مش مظبوطة يعني.
تبين ان هو خايف. يعني اكيد كان بيقول مش عايز اروح المدرسة عشان انا خايف. فانا كأم او كأب لازم اخده على الراحة كده واعرف خايف من ايه. فدي نقطة مهمة قوي. وإن شاء الله إن شاء الله ربنا هياخد لهم حقهم. يعني حتى لو المديرة دي هربت فهي ضلع مهمة قوي في القضية كمان. حتى لو هربت وما قدرناش نوصل لها فهي مش هتهرب من ربنا يعني. بس خلونا نقرب من ولادنا، خلونا ناخد بالنا أكتر. وأنا بحيي برضو المؤلفة بتاعت مسلسل لام الشمسية، لأن يظهر إن المسلسل ده خلى الناس تاخد بالها وخلى الناس تبتدي تتكلم وما تتكسفش إنها تتكلم وإنها تاخد حقها. فشكرا للمؤلفة، للمخرج، لكل الستاف. وربنا يكون في عون أهل ياسين، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربنا هيرجع له حقه. وخلوا بالكم من ولادكم علشان تبقى حياتكم وحياتهم وحياة المجتمع كله تبقى سكر. معاكم سكرة التنمية البشرية هالة سكر. ما تنسوش سبسكرايب ولايك ويا ريت شير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.